بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم في الجزء الثاني من حلقتنا النهارده من سلسلة مقالات العلمانيين. كنا في الجزء الأولاني خلصنا كلامنا أو قطعنا كلامنا قبل ما ناخد فاصل في الحديث الموضوع أو الخبر الموضوع، واللي الدكتور يحيى الباحث الدكتور يحيى جاد اتهم أصحاب السنن إن هم واضعين أحاديث موضوعة في الكتب بتاعتهم. تمام؟ وقلت ان مستحيل الناس دي يكونوا كورديات للدرجات ان هم يضعوا احاديث موضوعه في الكتب بتاعتهم. الحديث الموضوع كان معروف، وكان معروف الخبر اللي ملوش اصل، وكان معروف الخبر اللي هو ملوش اسناد، ملوش اي اصل، وكان معروف مين هم الوضاعين بالاسم في سلسله الاسناد. والاحاديث الموضوعه كان معروف ايه هي، وعشان كده كان في كتب مؤلفه لحصر الاحاديث الموضوعه. تمام؟ منهم اللي ألف كده زي الإمام ابن الجوزي، ومنهم اللي تدارك أخطاء الإمام ابن الجوزي زي الإمام السيوطي في كتابه اللآلئ المصنوعة في الحديث الموضوع. والإمام ابن الجوزي على فكرة في طبعا معروف أي حاجة في بدايتها بتكون بدائية، بعد كده بتخش عليها التحسينات. فالإمام ابن الجوزي في كتابه الموضوعات أخطأ خطأ الحافظ ابن حجر العسقلاني، يعني كان يعني بيسخر من الخطأ ده. إزاي الإمام ابن الجوزي بيغلط الغلطة دي؟ هو قال إيه؟ قال الإمام ابن الجوزي حصر 17 حديث موضوع في مسند الإمام أحمد. تمام؟ يعني أهو الدكتور يحيى بيقول فيه أحاديث موضوع. تمام؟ ممكن يكون بيستند مثلا الإمام ابن الجوزي، ما هو الإمام ابن الجوزي قال إن في 17 حديث موضوع موجودين في مسند الإمام أحمد بن حنبل. تمام؟ الحافظ ابن حجر العسقلاني جاب الأحاديث 17 دي واحد. تمام؟ يعني مش حديث ولا اثنين، لا جاب 17. تمام؟ وتبين إن كل الأحاديث فيها أصل ولا واحد فيهم موضوع. النكتة في الموضوع ده إن فيهم حديث موجود في صحيح الإمام مسلم. تمام؟ ودي اي حد يعني عنده فكره كويسه عن علوم الحديث كل ما يعدي على نقطه زي كده بيبتسم، يعني ان حديث يتقال عليه ان هو موضوع مع انه موجود في صحيح الامام مسلم. والحافظ ابن حجر العسقلاني في تعليقه على الواقعه دي بيقول ايه؟ وهذه غفله شديده منه. يعني دي غفله شديده جدا من الامام ابن الجوزي ان هو يقول على حديث ان هو موضوع وهو مش واخد باله ان الحديث ده رواه الامام مسلم في صحيحه. والامام مسلم معنى ان هو حط حديث في صحيحه يعني الحديث ده اكيد اتشرح قبل كده حلو قوي. الامام مسلم ده ما كانش كروبيا هو كمان. وده اللي انا بتمناه من اي حد يتكلم في البخاري او مسلم، سواء الدكتور يحيى سواء اسلام بحيري لما يطلع ان شاء الله، ومنتظرين طرقه منتظرين اراءه، واحنا برضه هنرد عليه. لما حد يتكلم على البخاري ومسلم يتكلم براحته، بس يضع في ودانه حلقه ان البخاري ده ما كانش كروبيا ومسلم ده ما كانش كروبيا هو كمان، وان انت لما تتكلم عليهم مش هقول لك قدسهم لا سمح الله، بس تحط في اعتبارك ان هم ما كانوش كروبيات. ان انت تقول ان هم يحطوا في الكتب بتاعتهم احاديث موضوعه او احاديث ضعيفه، وان الامه طوال 1000 يعني قول 1000 سنه او 1100 سنه اللي عدوا دول ما كانوش واخدين بالهم، وجيت انت فجاه تكتشف ان هم ما كانوش واخدين بالهم منه. ثالثا ده كلام بيقول متقدمو علماء تيار أهل السنة والجماعة ما بين قوسين سواء من المحدثين أو الفقهاء أو المتكلمين أو المفسرين لم يتفقوا على إيه؟ قبل ما نقول على إيه؟ هو بيقول المحدثين ماشي أنا معاك، الفقهاء المتكلمين برضه المفسرين ما دام اتكلمنا في علم يبقى العلم فيه تخصص. بمعنى ايه؟ انت بتتكلم في حديث، ما دام بتتكلم في حديث يبقى اللي بيحكم على الحديث المحدث. الفقيه ما يحكمش، تمام، الا اذا هو كمان تبحر في علم الحديث وبقى فقيه محدث. المتكلم نفس الكلام، المفسر نفس الكلام. بمعنى ايه؟ المفسر هيتكلم على الحديث هل هو امتلك ادوات الجرح والتعديل وان هو يحكم على الحديث؟ لا، هو راجل بحكم تخصصه او بحكم معرفته او بحكم علمه هو مفسر.
يتكلم عن الحديث لازم يكون عارف هو بيتكلم عن ايه. فعشان ان احنا يعني نحاول نكتر بقى الناس اللي هم رفضوا وضعفوا وكلام من ده، ونقول محدثين وفقهاء ومتكلمين ودكاتره وصيادله وزراعيين ومهندسين، لا، التخصص المحدثين فقط. واي محدثين جم قالوا على عيني وراسي، مش محدثين لا، هات لي محدث قال وانا تحت امرك. زي مثلا حضرتك دكتور طبيب تقول كل الاطباء قالوا، ماشي تخصصهم لازم هنسمع كلامهم. انما تقول في مساله طبيه كل الزراعيين مثلا، لا مش تخصصنا. نفس الكلام انا كزراعي تقول لي مثلا كل وليكن الاطباء جم في المساله الزراعيه وقالوا، مش تخصصهم. بس في حته المحدثين او الفقهاء او المتكلمين او المفسرين، ده كده كلام مش علمي. اللي يتكلم في الحديث يكون محدث واحنا تحت امره، او يكون عنده علم بالمساله دي يتكلم فيه. ما ياما في علماء معاصرين وعندهم علم في اكثر من تخصص، زي الدكتور محمد بكر الاسماعيلي. الراجل ده كان مفسر وفقيه في نفس الوقت، وليه مؤلفات هنا وليه مؤلفات هنا. واحد زي الامام الالباني، راجل محدث وراجل فقيه برضه، ليه مؤلفات هنا وليه مؤلفات هنا. لكن واحد فقيه فقط ويتكلم في حديث، لا مش تخصصه ولا هو علمه. واحد متكلم ويتكلم في حديث برضه نفس الكلام، واحد مفسر ويتكلم في حديث برضه نفس الكلام. لم يتفقوا على ما بين قوسين صحة كل أحاديث البخاري المسندة المرفوعة. ده برضه كلام يوجع، يعني حتة المسندة المرفوعة. هو بيقول يعني أنا ما بتكلمش في الأحاديث المعلقة، ماشي. طبعا الأحاديث المسندة المرفوعة اللي موجودة في البخاري كلها صحيح، دي حاجة معروفة. هو تعريف الحديث الصحيح إيه؟ تعريف الديفينيشن بتاع الحديث الصحيح هو الحديث المسند، أو المسند هو الذي رواه العدل الضابط عن العدل الضابط من مبدئه إلى منتهاه، وأن يكون خاليا من الشذوذ والعلة. الجملة دي ممكن يتاخد فيها كورس، تمام؟ يعني منهج كورس كامل يتقال في الجملة دي. يعني ايه الحديث المسند؟ يعني ايه العدل الضابط؟ يعني ايه العدل اصلا؟ يعني ايه الضابط؟ يعني ايه العدل الضابط عن العدل الضابط؟ هل قال له حدثنا ولا قال له اخبرنا؟ طب طرق التحمل ايه؟ تمام؟ لان اخبرنا دي ليها معنى ثاني خالص غير حدثنا، تمام؟ او انبأنا، تمام كده؟ ومن مبدئه الى منتهاه. طب مبدئه دي في انهي طبقه؟ طب منتهاه ده في انهي طبقه؟ تمام كده؟ وأن يكون خاليا من الشذوذ والعلة. طب الشذوذ ده تعريفه إيه وأنواعه إيه؟ العلة دي علم قائم بذاته اسمه علم علل الحديث. دنيا الحديث ده دنيا، وعشان كده أنا كنت بعتب على الإسلام بحيرة إن هو يقول علم الحديث ده محتاج فترة قريبة أو فترة قليلة جدا والواحد يلمه على بعضه. ده علم تفنى فيه الأعمار والواحد ما يجيبش آخر علم الحديث ده. وعشان كده بتمنى اللي يتكلم يكون عارف هو بيتكلم في إيه. هو بيقول مرويات مسندة مرفوعة في صحيح البخاري ضعف الكثيرون. هنشوف مين هم الكثيرون دول، سواء كان ذلك قبل البخاري نفسه أو بعد. تمام؟ حيث إن أكثر مرويات البخاري في صحيحه كانت متداولة وشائعة بين أهل الرواية والعلم والفقه قبل أن يجمع البخاري صحيحه، وكثير منهم انتقد ورد وضعف عددا منهم، سواء قبل أن يجمع البخاري صحيحه أو بعده. شوف يا سيدي الفاضل، سواء اللي كاتب الكلام ده أو أي حد قرأ الكلام ده أو أي حد لسه هيوصل له الكلام ده، خد لك معلومة. حتة إن فيه ناس ضعفوا أحاديث في البخاري أو انتقدوا أحاديث في البخاري حصل، تمام؟ بس تتكلم يعني حط كلام في سياقه. بمعنى إيه؟ واحد زي الإمام الدارقطني ما هو ضعف 200 حديث، تمام؟ اهي معلومه اهي احنا عارفين، ما احنا عارفين ان الامام الدارقطني ضعف 200 حديث او انتقد 200 حديث، تمام؟ طب ال 200 حديث دول ايه اللي حصل؟ جه الحافظ ابن حجر العسقلاني في مقدمه فتح الباري اللي هي اسمها هدي الساري، تمام؟ جاب الحديث دول حديث حديث، يعني مش قال مثلا انا هجيب عينه عشوائيه، لا، جاب ال 200 حديث دول حديث حديث، وشاف الإمام الدارقطني بيقول إيه في كل حديث ورد عليه، تمام كده؟ فمش كل واحد ينتقد نقول ينتقد، ما هو انتقد به اللي رد عليه وقال له أنت غلطان، أنت بتتكلم في إيه؟ تمام؟ ده واحد زي الإمام الدارقطني، تمام كده؟ طيب فيه رجال
او اللي هم رجال الحديث او رواة البخاري او رواة مسلم، تمام، رواة البخاري بالذات لان هو اتكلم في البخاري، تمام. رواة البخاري في ناس فيهم ضعفوا، تمام. طب اللي ضعفوا دول هل في علم بيهم؟ هل في حصر؟ ايوه في حصر. فين الحصر ده؟ في نصر المقطع اللي انا قلت عليه، الحافظ ابن حجر العسقلاني. وعلى فكره الحافظ ابن حجر العسقلاني ده مصري، اتولد وعاش ومات في مصر. والمعلومه اللي الناس ما تعرفهاش ان هو قعد 12 سنه متواصله هو امام وخطيب او جامع عمرو بن العاص. جامع عمرو بن العاص اللي هو في مصر القديمه كان إمام وخطيبه لمدة 12 سنة متواصلة الحافظ ابن حجر العسقلاني، يعني راجل بلدياتنا ومننا وعلينا. الراجل ده في مقدمة فتح الباري جاب الناس اللي انتقدوا من رجال البخاري، يعني هم رواه، جابهم واحد واحد، يعني برضه ما قالش عينة عشوائي، واحد واحد، وبعد كده رتبهم على حروف المعجم. ما كانش فيه كمبيوترات في عصره، لكن عرف يرتبهم على حروف المعجم، اللي اسمه بيبدأ بحرف الألف واللي اسمه بيبدأ بحرف الب وهكذا لحد حرف الياء. وكل واحد جاب كل الكلام اللي اتقال فيه، كل القطط الفصالة اللي طلعت فيه ورد على الكلام ده، وكلام مضحك. يعني منهم واحد مثلا اسمه المنهال بن عمرو، أنا فاكر اسمه كويس. المنهال بن عمرو ده اللي راح يسمع منه أحاديث ما رضيش ياخد منه أحاديث. ليه؟ لأنه سمع ناس بتغني جوه بيت المنهال بن عمرو، فالراجل ده شايف هو بيسمع اغاني انت مش هتسمع منه احاديث. هل دي حجه؟ ناس تانيين مثلا ما كانش بيؤخذ منهم الحديث عشان كان بيرووا الاحاديث وهم واقفين مش وهم قاعدين، لان معروف ان الواحد وهو قاعد بيكون مطمئن اكتر من وهو واقف. اسباب لا تذكر في تضعيف رجال صحيح البخاري، وعشان كده يعني كان بيقال عن منهج المنتقدين لرواة الحديث في صحيح البخاري ان المنتقدين دول هل هم عاوزين ملائكه مثلا ولا عاوزين ايه؟ الاسباب اللي انتقدت او الحيثيات اللي سيقت لانتقاد رواه صحيح البخاري ليست حيثيات على الاطلاق. صحيح البخاري يكاد يكون عمل خارق، وده اللي انا قلته. ما هو اسلام بحيري بيقول ايه برضه؟ وانا بحترم اسلام ماشي، ما قلناش حاجه. اسلام كان في كلامه لان انا ياما رديت عليه في كذا مره، وفي حلقات موجوده على القناه بتاعتنا على اليوتيوب. بيقول هو صحيح البخاري ده مش عمل بشري؟ عمل بشري بس عمل خارق. ما هو ياما في اعمال بشريه بس خارقه للعاده، خارق للعاده، لا يمكن ان هو يتكرر ولا يمكن ان هو يتعاد. يعني يمكن لو الامام البخاري بعد تاني وطلب منه ان هو يعمل الصحيح بتاعه تاني يعني زي ما هو موجود كده بالاتقان بتاعه، يمكن ما يقدرش يعمله. ده عمل خارق للعاده، خارق للطبائع البشريه وللقدرات البشريه. فكون ان هو يقول ضعف، ما هو اللي ضعف تمام محصور معروف، ان كان ال 200 حديث بتوع الامام الدارقطني او ما بين الرجال اللي ضعفوا او ما بين الاربع احاديث، ودي موجوده برضه معروفه. الامام البخاري معروف ان هو تلميذ الامام احمد بن حنبل، وعشان كده لما خلص الصحيح بتاعه راح عرضه على استاذه قال له شوف انا عملت حاجه اهو، تمام. فالامام احمد بن حنبل شاف الاحاديث دي كلها، وطبعا هو اعجب بالصحيح، بس قالوا ان الصحيح فعلا كله صحيح الا 4 احاديث، واظن الكلام ده موجود في الكتب، الا 4 احاديث. فممكن ناس تيجي تقول اهو ما الامام احمد بن حنبل ضعف 4 احاديث في صحيح البخاري، انا معاك، تمام. شوف اللي جه بعد كده بقى، ما انت ما تاخدش الكلمه وتطلع تجري، لا شوف اللي جه بعد كده قال لك ايه؟ ال4 احاديث اللي ضعفهم الامام احمد دول مش احاديث ضعيفه. امال ايه؟ قال لك لا، الاحاديث الضعيفه اللي قال عليها الامام احمد ان هي ضعيفه جه بعد كده الامام الترمذي قال دي احاديث حسنه. مش تصحصح كده معايا؟ مصطلح الحديث الحسن ما كانش ليه صوره، ما كل حاجه زي ما قلت بتكون بدائيه وبعد كده بتخش عليها التحسينات. الحديث الحسن اللي وضع المصطلح ده ووضع له تعريف ووضع له اصول هو الامام الترمذي، وجه بعد كده الإمام الترمذي قال يا اخوانا في مرتبة ما بين الصحيح وبين الضعيف، هو مش ضعيف وهو لسه ما توفرتش ليه الشروط بتاعت الصحيح، وهو الحديث الحسن، تمام. قال الاحاديث ل4 احاديث اللي الامام احمد قال عليها ان هي ضعيفه لان هي مش صحيحه، تمام، لكن هي مش ضعيفه، هي احاديث حسنه. وبعد كده بدراسه الاحاديث دي تبين بعد كده ان في مصطلح موجود في علم مصطلح الحديث اسمه الشواهد والمتابعات.
تمام. الشواهد يعني في احاديث ثانيه تشهد الحديث ده بترفع من درجته، لو هو ضعيف بترفعه لحسن لغيره، لو هو حسن لغيره بترفعه لحسن لذاته، لو هو حسن لذاته بترفعه صحيح، تمام، بترفعه درجه. شواهد ومتابعات، الشواهد والمتابعات بترفع الاحاديث لدرجه صحيح. فكون ان واحد يطلع يقول ان كل احاديث البخاري صحيحه، الراجل ده ما غلطش، كل احاديث البخاري صحيحه، بس مش بنفس الدرجه. بمعنى ايه؟ في منها المتواتر اللي هو من اعلى درجات الصحه، وفي منها العزيز، وفي منها المستفيض، وفي منها المشهور، وفي منها الصحيح الاحادي، وفي منها الحسن، لكن ما فيش منها الضعيف. اتفقنا؟ بيقول وهذا يعلمه، حتة التضعيف والرد دي، هذا يعلم كل من تعمق شيئا في ميدان الدراسات الحديثية، وخاصة كتب علوم مصطلح الحديث، وكتب الرجال والجرح والتعديل، وكتب العلل، فضلا عن الكتب التي أفردت قديما وحديثا في نقد وتضعيف أحاديث البخاري ومسلم. ما حصلش. حتة حديثا دي أنا معاك. في واحد مطلع كتاب اسمه صحيح البخاري، تمام، يعني الراجل بصراحة كما لو كان بيقول شعر، يعني صحيح البخاري، يعني صحيح البخاري في حاجات صحيحة وفي حاجات تانية ضعيفة، فهو انتقل منها الصحيح وسماه صحيح البخاري. والشيخ أبو إسحاق الحويني وأنا شايف إن هو يكاد يكون الأمتن علما في الصحيح، برغم من إن أنا ليا مؤلف في الرد عليه في مسائل فقهية، لكن في الحديث ما حدش جريء. الشيخ أبو إسحاق الحويني كان بيضحك على كلامنا، بيقول صحيح البخاري هي وصلت لكده. في العصر الحديث في ناس فعلا مش عارفين ايه البخاري، مش عارفين البخاري ده على ايه، مش فاهمين حديث من اساسه. فقال لك صحيح البخاري، في ناس بينتقدوا وهم مش عارفين، وعادي ما يعرفش يقول عارف. لكن قديما ما حصلتش. قديما كون ان واحد مصنف عفوا كون ان واحد يصنف مصنف قديما يقول ان البخاري فيه حاجات ضعيفه. البخاري ده من ساعه ما وضع الصحيح بتاعه، والصحيح ده موجود على مائده التشريح كده او على منضده التشريح، الناس بتحاول تدور على غلطه مش عارفين. تمام؟ يعني الناس يعني في الزمن ده فاكرين ان هم جابوا الدين من دين. لا، هي مش كده. هو الكلام اللي انت بتقول يشيلك، يعني بيقول ان انت ما تعرفش، انت مش دارس، انت مش قاري، انت اخذت الموضوع ده من السطح لكن ما تعمقتش. لكن انت لو تعمقت وعرفت قيمه البخاري وعرفت قيمه الكتاب بتاعه ده، مش هتقول الكلام اللي انت بتقوله. قديما ما حصلش حته ان الناس ترد. هو الامام الدارقطني لما وضع ال 200 حديث، تمام كده، هو نفسه قال الامام الدارقطني قال ان الاحاديث اللي انا انتقدتها برضه مش بنفس درجه الصحه اللي احنا عارفينها عن البخاري. يعني هو قال انا بضعف 200 حديث والبخاري ده ما بيفهمش حاجه، ما قالش كده. هو قال ان ال 200 حديث دول مش بنفس درجه الصحه اللي احنا عارفينها عن البخاري، يعني ده مش مستواه من الاخر كده. وعشان كده قلت ايه؟ الحافظ ابن حجر العسقلاني جاب ال 200 حديث دول حديث ورد عليهم حديث، واتضح ان الموضوع ما فيهوش حاجه يعني. تمام؟ هننقل على النقطه الرابعه اللي هي رابعا، تمام، بعد برضه اما ناخد فاصل. وطبعا برضه لسه ماسك في حته ما يزال بعض كبار علماء المسلمين في العصر اللي احنا فيه، وهم مش كبار علماء ولا حاجه. واحنا هنتكلم في الموضوع ده طبعا في النقطه الرابعه، وبدءا من النقطه الرابعه ان شاء الله بعد ما ناخد فاصل تاني، لان زي ما انا قلت ان الكاميرا بتاعتي للاسف ما بتسجلش الا 20 دقيقه فقط، فاحنا غصب عننا مضطرين ان احنا ناخد فاصل ونواصل.